يا هلا شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ واعذرون على هالقطعة الطويلة، خاصة اكو ما عندهم تليجرام وما يقدرون يتواصلون ويا بتليجرام، او اكو عندهم تليجرام بس انا بالتليجرام مو هواي التواصل بالفترة الأخيرة، لان سبق انه وايد انه عندي دراسة وامتحانات، وفقط بالعطلة ارجع للشروحات وارجع لكل شيء ان شاء الله. فهسه تقريبا الكليات احنا البارحة خلصنا المرحلة الثانية، فعدنا عطلة اسبوعين، بهاي العطلة اسبوعين ان شاء الله شوي نرجع للتفاعل، نرجع القناة الشروحات. والله كريم. شباب هاي كرجعة للشروحات، انه اليوم الشرح شنو هو؟ شلون تنزل مقاطع الريلز مال الفيس والانستغرام بكل سهولة وبدون ضرر على حسابك نهائيا، عن طريق تطبيق شنو تطبيق بسيط. هذا التطبيق حتى مساحته قليلة، عن طريق هذا التطبيق تنزل مقاطع الريلز اذا كان بالفيس او بالانستغرام. صح اكو راح يقولون اكو بوت بالتليجرام مثلا يقدر ينزلها، تمام اوكي انا وياك، بس هاي البوتات لو تتعطل، لو اكو مثلا ناس ما عندهم تليجرام، مو شرط كل العالم عنده تليجرام ينزله من البوت، او البوت مرات يصير بخلل، فتقدر عن طريق هذا التطبيق اللي هو هذا التطبيق. ثواني، اللي هو هذا يا شباب، هذا ريلز داونلودر، تنزيل الريلز اللي هو هذا تستخدمونه. راح اخلي لكم رابط هذا البرنامج بوصف الفيديو بقناة التليجرام. تنزيله مباشر سهل، مجرد تدوس عليه وتنطي تحميل، ما بأي شيء، تدوس عليه وديك عليه ثقب بلاي او هاي وتنطي تثبيت يثبت. هذا التطبيق انه ملاحظة عليه انه ينزل مو كل الريلزات، مثلا اكو ريلزات احتمال ما ينزلهن اذا كان بالانستا او كان بالفيسبوك، مو كلهن بس الاغلبيه ينزلهن. فشرحه بسيط، انا عندي رابط ريلز، انت شو تسوي؟ تروح للريلز، نسخ الريلز سهل، ثواني. اي شباب نرجع، انت لما تريد تنسخ الريلز اكيد تروح على الفيسبوك الازرق هذا وتفتح به حسابك، ومن تفتح حسابك تروح على الريلزات، انت من تقلب بهن وتنزل الريلز اللي يعجبك. بس يا شباب لازم تركز انه الريلز شلون تنسخها بالفيس، تروح على الريلز تلقى على اليسرى لي جوا مثل السهم هيك مرفوع، تضغط عليه وتنطي خيارات اضافيه، ومن ضمنها نسخ رابط الريلز، او مثلا يجوز بعدين يجي تحديث للفيس تتغير الطريقه. المهم انت لازم تعرف شلون تنسخ رابط الريلز، سهل، ما اعتقد هالصعوبه نسخ الرابط اذا كان بالفيس. اما الانستا طبيعي انت من قلب ريلز بالانستا تعرف شلون تنسخه، انه تضغط على 3 نقاط ونسخ الرابط، 3 نقاط اللي يصير يم الريلز او هاي وتنسخها. المهم اهم شيء تعرف شلون تنسخه. انا عندي ريلز نسخته من الفيس، فش تسوي؟ تروح للبرنامج، طبله، راح يطلع لك اول ما تشغله، احتمال اول ما تفتحه يطلع لك انه الاذونات تنطي سماح لحد ما ينفتح، ومن بعدها احتمال يوديك على الاعدادات يقول لك انه تنطي اذونات لهذا التطبيق، اذونات. اي شباب نرجع، فانت لما ينطيك هيك يوديك على الاعدادات عادي ترجع خطوه لورا، نفترض انت فتحتها ما طلعت لك مثل هاي الواجهه اللي انا طلعت لي، احتمال مثلا يوديك على الاعدادات حتى يقول لك مثلا سوي الاذونات، فتقدر ترجع خطوه لورا، مجرد بس ترجع خطوه لورا يوديك على هاي الواجهه المطلوبه. ومن توصل هاي الواجهه المطلوبه تضغط هنا على هاي مال التحميل، خاف تطلع لك ما تندل الاماكن، تنطي هاي مال التحميل هنا حتى تفتح لك هاي الواجهه. وين تخلي رابط الفيديو الريلز، رابط الريلز هنا لصق عنوان يروح هنا. فانا عندي رابط، ثواني بس خلي نسخه. هاي من بعد ما انت نسخته هنا ايش تنطي تحميل، هاي اللي هنا تحميل، تنطي هاي الاولى الطريقه 0، هاي اللي هنا اول وحده طريقه 0، توليد رابط التحميل، تنتظره لحد ما ينزل لك اياه. هاي بدأ التنزيل، هاي هنا بالاشعارات انه راح يطلع لك انه هو قاعد ينزل الريلز. فشلون يكمل؟ هو بالاشعارات، هسه انت تنتظر اشعارات الموبايل مالتك يقول لك تم تحميل الفيديو او تم تنزيل الفيديو، الريلز مال الفيسبوك. الانستا هم نفس الشيء، تخلي الرابط وتنطي تحميل وتنتظر. هسه تقول من يحمل وينزل وين القاه؟ تلقاه بالاستوديو عادي، كفيديو انت نزلته وتلقاه ثواني. وهاي مثل ما تشوفون نزلت الريلز بكل سهولة وما بي اي شيء، اللي هو دعاية ثانية، هذا ريلز مال فيسبوك. فقلت لكم الطريقة، وخاف يجي بعدين تحديث للبرنامج تتغير الاماكن، وهاي حاولوا انه تعرفون الطريقة مالته شلون، خاف يجي مثل شوي تتغير اماكن النسخ التحميل شلون، فهي الطريقة حاليا هيجي، او احتمال بعدين يجي خلل بالبرنامج انه ما يشتغل. حاليا البرنامج توب وشغال وحلو ما بي اي شيء.
وهاك اللي شرحت، من استفادتوا منه، وفي أمان الله.